يلا خلاص تمام كله جاهز. جاهزين 3 2 1 جاهزين بالسلاح جايين. اكشن اكشن 3 2 1 اكشن. ماشي. لا استنى بس مقدمه سريعه كده. احنا بقالنا كتير قوي ما صورناش او انا بقالي كتير قوي ما صورتش. حصلت احداث كتير قوي نهائي كاس عالم وحاجات غريبه كده. اسبانيا والارجنتين. بس احنا مش جايين نتكلم على كده النهارده. احنا جايين النهارده نتكلم على موضوع اعمق من كده بكتير. الجواز. لا مش الجواز. مش الجواز مش لا. الجواز بس الجواز ممكن بوينت هناخدها في الآخر. ممكن نتكلم يعني الجزء بس منه كده. النهارده عنوان الفيديو فين الناس بتقابل الناس. بنتقابل فين؟ بنتقابل فين؟ في الشارع. ماشي. يعني نفرش كده بس فرشة سريعة عشان نبين للمشاهدين ان احنا بنعيش في وحدة حقيقي. احنا مش احنا يعني كاحنا عموما الناس عموما عايشة في وحدة. فاكرة انها عايشة في جيل بقى سوشيال ميديا والناس قربت لبعض وكذا. بس السوشيال ميديا بعدتنا لبعض اكتر. بالظبط. بس احنا مش جايين برضو نتكلم على السوشيال ميديا. احنا جايين جايين نتكلم عن ايه طيب؟ جايين نتكلم عن الوحدة او بمعنى اصح ازاي تقابل الناس دي ايه بتتقابل فين؟ بنتقابل فين وممكن ازاي نتعرف على صداقات جديدة. وهنيجي الجزء ازاي تقابل شريك حياتك. ما علينا. المهم ازاي برضو هنتكلم عن ازاي تقابل الناس واصحابك وشريك حياتك ممكن مخدة صلاح بعد اذنك. هات مخدة يا ابني. ماشي نفتح الاجندة. اول جزء معانا قلنا ماشي. طبعا المشكله المطروحه ان احنا بنسال سؤال حقيقي في عصر السوشيال ميديا واحنا محتاجين. انا مش جاي لك تقرا. والله يعني احنا عايزك تتكلم عادي يعني. في عصر السوشيال ميديا احنا محتاجين نتقابل ازاي وهل ده بيأثر علينا ولا لا في المقابلات والاماكن عموما. ايه الاماكن اللي احنا نتقابل فيها؟ القهوة. صحيح. الاماكن التقليديه اللي هي القديمه اللي هو متعودين من زمان قوي قبل ما يكون في السوشيال ميديا بنتقابل فيها. احنا اصلا مولودين والسوشيال ميديا موجودة ما كانتش بنفس احنا مولود 2004. انت طبعا 2005 كانت كل حاجه ظهرت. اما انا وصلاح انا سنه ونص. انا وصلاح 2004 كانت لسه الدنيا الدنيا اضيق من كده دلوقتي. اما كنت لسه بترضع. انتوا كجيل احدث مننا فالسوشيال ميديا بقت متاحه لكم اكتر. طبعا. طب ما تدينا كده من خبراتك طالما انت اكبر مني بفرق سنه ونص. بص احنا كنا دايما الاماكن اول ما تقول هنتقابل مع اصحابي بيجي في دماغك مكان واحد. القهوه البلدي. قهوه كده قهوه البلدي. تصدق عندي سؤال. انت عارف القهوه اللي احنا بنقعد عليها اسمها ايه؟ لا انا بسميها القدوه. انا مسميها القدوه. اسمها ايه؟ ما اعرفش. احنا بنقعد على قهوه دايما بس مش عارفين اسمها لغايه النهارده. هي ليها اسم عامه. قاعدين فيها بقالنا اكتر من 3 سنين مثلا. والراجل اول مره ينورنا فيها امبارح. انتوا قاعدين في القهوه دي 3 سنين؟ كل اجازه كنت دايما اقابله. طب تصدق برضه انا ايه قهوه بقعد عندي فيها وانا في البلد ما اعرفوا القهوه اللي انتوا بتقعدوا فيها دي اسمها ايه؟ ما فعلا هي بتبقى مثلا هي بتبقى السبوتايه. الاسم باسم الشخص اللي انا رايح عند كذا. ايوه يعني مثلا انا رايح عند اسم الشخص محمد. لا محمد ده بتاع الولعه. ايا كان احنا بنتكلم في ايه رايكم في مصطلح الكوفي شوب؟ مش مقتنع بيه. حلو قوي بس مش دايما يعني تزهق منه. بس بتطلع منه افكار عظيمه. يعني ناس كتير بدات حياتها ومشاريعها على قعده القهوه دي. بس لا انا بتكلم على الكوفي شوب دلوقتي. كوفي شوب في فرق ما بين قهوه وليس القهوه والكوفي شوب. الكوفي شوب ده صالح في العصر الجديد عصر الاسبانيش لاتيه اللي هو بيقدم الحاجات اللي احنا. اما القهوه اللي احنا بنقعد عليها بتقدم سبانيش لاتيه عامه. بس بتقدم شاي. بس مش قهوه اللي احنا قعدنا عليها امبارح دي. مش قهوه صريحه. بس هي قهوه 40% 60% سبانيش لاتيه. بالظبط. لا عصر الماتشا وكده يعني. ايه رايكم في الكوفي شوب؟ بالنسبه لي ما بحبش قعدته دايما. هل عندي مشكله معاه؟ طبعا عندي مشكله معاه جدا. وعندي مشكله ان بدانا بنصدر عادي ان الاماكن بيبقى مختلطه. انا بكره الاماكن المختلطه في الحاجات دي. مثل القهوه ان هي مش رجالي بس انت بتقعد براحتك. مش بقول لك يعني. انت بتقعد براحتك هزارك انت واصحابك كل حاجه. وانت بتبقى نازل القهوه مش عشان حد يقعد يقول لك صوتك عالي. اصل معانا عائلات. انا ماليش دعوه. انا مالي. فدي مشكله. نادي عامه عنده مشكله مع العائلات قوي يعني. يعني هنبدا بالسوبر جيت. لما كنا رايحين دهب مثلا كان عنده مشكله كبيره مع العائلات. يا نهار ابيض. كل وطوا الاغاني واحنا احنا طالعين الدهب وبنتبسط وبتاع. بس العائلات نايمه قدام. طب احنا راميين نهارا ليه طيب؟ لا ولما العائلات شغلت الاغاني لا احنا عايزين. ايوه والله العظيم انا قعدت معاهم قلت لهم انا عايز انام مع اني ما كنتش عايز انام. بس هو واحده بواحده بقى. بس نرجع تاني برضه. انا يعني عايز اخد الموضوع لاعمق من كده.
ان دلوقتي بقت المقابلات يعني انك تقابل واحد صاحبك بقت مكلفه لو فعلا رايحين كوفي شوب. مكلفه طبعا. فده بقى، هل ده من الاسباب اللي احنا عايشين في واحده غير السوشيال ميديا؟ لا طبعا. يعني احنا لما بنروح كوفي شوب احنا بنبقى قاعدين 24 ساعه على القهوه، بس لما بنروح كوفي شوب كنوع من التغيير، مش كنوع اللي هو هنتقابل في كوفي شوب كل يوم، او كتغيير اللي هو احنا هننقل من القهوه للكوفي شوب. بس في العموم انا بتكلم يعني مش في حالتك انت. انا عندي حته هي ممكن تعمل للبنات بس مشكله وليس احنا، لان احنا بنروح كافيه مره مثلا في الشهر ولا حاجه. مش انت دايما. بتروح كافيه مره في الشهر؟ مش دايما، لما نكون خارجين مثلا. بالظبط. لما نكون احنا عايزين رايحين نغير. زايد. لا مش لما نكون عايزين نغير. بس القعده الاساسيه في قهوه. بعد ما قلنا القهوه البلدي وقعده القهوه البلدي، احنا دلوقتي فين يا عمر؟ اركان بلازا. ايه؟ اركان ما قهوه بلدي. هو قهوه بلدي في اركان بلازا. بس يعني سعر المشروب ده كام؟ 220 جنيه؟ لا ايه؟ 220 35 جنيه. 25 جنيه يا ابني. الاسعار اديته تيبس معلش. الاسعار هنا في اركان بلازا نفس السعر الاول بلدي. نفس السعر الاول بلدي. ما فيش فرق. قول لنا على فكره المشروع اللي انت كنت بتقول عليها. قهوه بلدي في اركان بلازا، بس طبعا مش بنفس اسعار القهوه البلدي. يعني باسعار اعلى حاجه بسيطه، لان بسيطه هنا مش بسيطه قوي. كده بتعمل كلتشر ابروبريشن. بالظبط. قول لي ليه بقى. ليه؟ قول لي ليه. كل الناس هنا بتقعد في اماكن زي ما انتم شايفين، مش عايز اقول يعني، بس ما فيش هنا قهوه بلدي، فبالنسبه لهم هتكون دي التجربه المختلفه. القهوه البلدي باسعار رمزيه، مش رمزيه قوي بصراحه، عشان هنا في ايجارات وبتاع. فده مشروعنا الجاي ان شاء الله في اركان بلازا. انتظرونا. حبينا بس نوثق النفاق اللي احنا كنا بنقول عليه، لان احنا فضلنا نقول القهوه البلدي القهوه البلدي القهوه البلدي. ادينا في اركانه. نرجع لكم لا بقى. دي المره اللي في الشهر يا جماعه. دي المره اللي في الشهر. طب بجد انت امتى اخر مره رحت قهوه يعني كوفي شوب؟ امتى؟ كان من اسبوعين تقريبا. مرتين في الشهر. كان من اسبوعين. دي بالنسبه لنا القعده الاساسيه. احنا ليه دلوقتي بقينا نواجه صعوبه ان الناس يعني بنقابل الناس بالعافيه؟ بس لا بجد ليه بقينا نقابل الناس بصعوبه؟ انك تتعرف دلوقتي على علاقات جديده بقى الموضوع صعب، ولا انت مش شايف ان الموضوع صعب ولا ايه؟ انا شايف بالنسبه لي ان الموضوع يعتبر سهل سهل نوعا ما يعني، خصوصا ان انت لو في فترتنا دي في جامعه، في حياه عندك، في ما دايما بعد الجامعة انشغال. مثلا ما بعد الجامعه بتكون بتبقى أصعب. صعب. ممكن تبقى اصعب ان انت تتعرف على حد او كده، بس مش شايف ان انت شيء اساسي عشان تتعرف على ناس تكون في جامعه او تجمعات. دي بترجع لحاجه اعمق من كده، شخصيتك. معلش انا كنت بس ما بطل. ما عملتش حاجة. دي يعني حته ان انت تتعرف على ناس ولا لا، دي بترجع حسب شخصيتك انت. هل انت اجتماعيا بما فيه الكفايه ولا بس لا؟ حتى الاجتماع الايام دي بقى يعني. لا طب ماشي، مش انت شايف. خلصت، انت دلوقتي خلصت جامعه صح؟ انا خلصت جامعه. انا عايز دلوقتي اتعرف على ناس جديده، انا زهقت مثلا من الناس اللي معايا، او عايز اغير يعني دم جديد. ما انا عكس، انا مش المدرسه دي بصراحه. انا صحابي بتوع ابتدائي من ابتدائي لحد دلوقتي هم اصحابي في البلد، احنا نفس الشله. ايوه ماشي يعني اتغيرناش. ربنا يخليكم لبعض وكل بالظبط. حاجه، بس انت فحاسس- احيانا عايز تفصل مثلا، عايز وجه مش جديد. عايز الوجه الجديد بالنسبه لي مش حاسس ان الوجه هو الجديد ده بيجي مع نفسه، ما بيجيش انت اللي بتروح انا عايز اشوف وجه مش باخد جديد. الوجه مش- الجديد أنا ده مش هو باخد اللي بيجي قرار. لوحده. أنت فاهم؟ بتسيب رحت نفسك مثلا الدنيا. منطقه شغل، مكان شغل جديد او مش عارف ايه، رحت مثلا في جروب اوريدي هناك بقى، انضميت ليهم او عرفتهم او بتاع، بقيتوا اصحاب. فاللي هو مش ان انا عرفتهم خلاص بقى انا نسيت التانيين او كده، لا يعني عادي بعرف دول وبعرف دول. ايوه بس دول تقعد معاهم على القهوه ولا كوفي شوب؟ بتوع مين؟ بتوع شغل. كل واحد وعلى حسب مزاجه يعني، مش لازم ان انا ابقى قاعد على القهوه ان انا ابقى عايز اوفر دايما او مش عارف ايه. عادي ممكن معايا فلوس ورايح اقعد على القهوه لان انا بحب قعده القهوه. انا اتفق مع صالح فعلا، مش دايما ان انا راح اقعد معاه عشان معيش فلوس. انا فعلا انا شخصيا بحب قعده القهوه، برتاح لها قوي عن اي مكان. لما كنا في دهب كنا قاعدين هناك مثلا في مكان زي افريدي، طبعا شفتوا المكان كان عامل ازاي. ارتحت فيه واتبسطت وكل حاجه، بس ده بالنسبه مش لي مريح الصراحه. لا انا ارتحت في القعده التانية لما كنا قاعدين نتفرج على الماتش فوق، كانت احسن من اللي تحت. انا كان مشكلتي معاه دايما ان هو زحمه، انا بكره الاماكن الزحمه، فدايما اي كوفي شوب. مشكلتي في الراجل السيناوي اللي كان قاعد قدامي. بنتفرج على الماتش. فاكر كان مش هقول بقى ايه اللي كان بيحصل. ما علينا. طب دلوقتي يعني رسالتك، بس حبيبي، رسالتك للناس اللي ما عندهمش ثقافه القهوه. انا اعرف ناس كتيره ما عندهمش ثقافه القهوه. فايتكم كتير. فايتكم كتير بجد، يعني فايتكم كتير، وفايتكم ان المكان بس يكون للرجاله، هتعرف تتبسط. للرجال فقط.
هتعرف تتبسط. يعني انا دلوقتي نادي رجال السر، يعني نادي رجال السر حرفيا. دلوقتي دلوقتي احنا في كارثه. ايه الكارثه؟ او وسط البلد اللي هي كانت رجاله بس، بدأ العنصر النسائي يدخل فيها وغليت. ما بتغلى بسبب العنصر النسائي. اول ما دلوقتي العنصر النسائي بيخش بتغلى. عارف الشاي دلوقتي فيها بكام؟ 20 جنيه بالظبط. كان بكام؟ 5 جنيه. كان ب5 جنيه. 5 جنيه. فاحنا في نقله، لا بجد في نقله. احنا طبعا مش ضد العنصر النسائي رساله ولا حاجة. للعنصر النسائي، ما تكونش دعوه والله يبارك بالقهاوي. ما بنهاجمش حد بعينه يعني، انا بهاجم، ايا كان. انا ضد المراه. طب طالما جينا هسيبها على فكره. انا ده ايوه، انا ضد المراه جدا. براحتك. ماشي، بما ان جبنا سيره المراه، فازاي تقابل شريك حياتك؟ هو مش قرار برضو. نفسي افهمك حاجه يا عمر. انا بالنسبه لي الصحابه، الحاجات، ان انت تصاحب حد، ان انت تقابل شريك حياتك، كل ده مش بحسه قرار ان انا رايح اعرف شريك حياتي في المكان كذا. كله في الاول ده بيبقى نصيب ان انت تقابلها في المكان ده. ممكن عادي تبقى رايح مكان مش في دماغك اصلا الموضوع ده، فجاه تشوف واحده تعجبك، تلاقي نفسك عرفتها، خطبتها، اتجوزت. تيجي من الاول، طب انت كنت رايح المكان ده عشان تعرف شريك حياتك؟ لا. فهي كلها في الاول نستنتج من كلامك ان انت ضد جواز الصالونات. لا مش ضد جواز، انا ده الصح. انا مع جواز الصالونات جدا. ايوه، طب ما هو انت رايح بتقرر. لا مش انا ده قلت لك من الاول، انا ما بقررش انا رايح اعرف شريك حياتي ولا لا لا. بس جواز الصالونات كده، لا انت بتبقى ماشي خلاص. ماشي. دي نقطه ثانيه. دي نقطه ثانيه، ان في جواز صالونات. وجواز الصالونات برضو انت بتروح الاول بتشوف هل البنت فعلا مناسبه ليك وعاجباك ولا لا. مش بتاخد بس القرار. انت رايح، انا رايح يعني ناخد رايح القرار. تقابل حد ناخد القرار. يمكن في احتماليه ان يبقى شريك حياتك. وانا مش ضد جواز الصالونات، انا بالعكس، ده الدين، ده الصح اصلا دينيا، واحنا ده المرجع الاول والاخير لينا. مش اللي انت قلته ان انت راح تقابل حد وشفتها مش بقول لك ما هو انت لو شفتها وعجبتنا مش هروح اشقطها يعني. ده انا واحده ناوي على جواز وراح اتكلم معاها. فين بقى؟ ما ده بقى فكره هتكلم. الحلقة. بص هتقابلها فين؟ ممكن تكون دايركت، بمعنى انا لا بس انا بقول فين. بتبقى في اماكن كتير بقى عادي، اماكن شغل، اماكن مثلا احنا دلوقتي لينا هنشتغل، اماكن كورسات، اماكن مش عارف ايه تشوفها. ممكن حد كده على حسب، مش مكان معين يعني. مش مكان ان انت رايح تاخد القرار انا رايح اعرف شريك حياتي. في ناس كتير بتتجوز من على السوشيال ميديا. انا ضد الموضوع ده بصراحه جدا ضده جدا جدا. برضه. اللي هو اتنين يعني. اقول لك على حاجه، انت لو تتجوز واحده كنت عارفها قبل كده، لازم على الاقل تكون اول ما شفتوا بعض كان في الواقع. السوشيال ميديا كدابه قوي في الاول، وكل واحد بيرسم شخصيه. ماشي، هقول لك لا، انا مش ضده بس اللي هو ايه، انت خلاص اتعرفتوا، عرف الاهل وبعديها بالظبط. اتعرفوا. ده اللي مع بكلمك بعض. عليه بقى في الاول. لو انا مثلا شفتها عجبتني فانا اعرف الاهل ونبدا نتعرف. مش بقول لك ان انا بقى يلا نتكلم 2 و3 بقى وبعدين نشوف طب يعني نقرر. السوشيال ميديا ده اوبشن مثلا لو انت عايز تقابل ناس جديده، السوشيال ميديا فعلا بتوفر لك ده كده ولا؟ بتوفر لي ده بس مش هتجوزها يعني. انا مش حتى لو طلعت كويسه. ما ده هنشوف بقى. يعني هو ده العائق، انت مثلا انت خلاص مش هتتجوز دي عشان انت بس عرفتها من السوشيال ميديا. مش حتى لو فيها مش يعني هقعد. بس انا بقول لك من الاول لازم اشوفها على الحقيقه الاول، لازم اشوفها في الواقع. ماشي، ما انت هتتقابلوا، هتعرف اهلها واهلك وتتقابلوا. طب خد راي صالح. اتفضل. في ايه معلش عشان ممكن السوشيال ميديا، هل فعلا تتجوز واحده عرفتها من السوشيال ميديا؟ مش عارف صراحة يعني. لا هو بس دايما أنا في حاسس انها ممكن بنسبة 1% ممكن تحصل من ناحيتي انا. من ناحيتي انا 1%. بس 99 ايه تكون بجد فعلا مناسبة جدا، شفتها مثلا عجبتني قوي، ولما مثلا شفت شخصيتها او شفت يعني عرفتها، اتكلمت معاها مثلا، لقيت شخصيتها فعلا عجباني جدا، مناسبة قوي ممكن. بس ان انا ما يبقاش هو الطريق الوحيد بتاعي في ان انا مثلا اروح اشوف اي واحدة من على السوشيال ميديا او كده. الديتنج ويب سايتس، الديتنج ويب سايتس او الديتنج ابلكيشنز دي اللي بتتعمل برضو بحسها غريبة قوي يعني. انا بحس الناس ما عندهمش حياه بصراحه. كنت لسه هسألكم انتوا بحس ايه الناس ما رأيكم في عندهمش الحاجات حياه دي اصلا؟ اقول لك على حاجه دايما انا اقول لك ليه ضد العلاقات السوشيال ميديا. بس البعد بيأثر، المسافات بتأثر على العلاقات. ماشي. يعني انا شخصيا عانيت من الموضوع ده. كنت انا وشخص مثلا قريبين من بعض على طول، بشوف اي مكان بتاع، فجأة لما بتبعد بتلاقي التفاهم بينكم قل، لان انتوا في الاول كنتوا متعودين ان اي مشكله انتوا هتتقابلوا هتحلوها، الدنيا هتظبط. فجأة بعدتوا بسبب ظروف، مش ان انتوا عايزين تبعدوا، فده بيأثر على العلاقه. فده بتبدأ بقى انت تشوف حلول تانية، تحاول تتكلم اكتر، تفهم اكتر، تفهم اللي معاك، بحيث اللي هو عشان تعوضوا الفهم بينكم. والشات ده سيء جدا يا جماعه. انا ضد الشات ده سيء. انا بكره الشات. انا بكره الشات.
ما بيبينش كل ما المشاعر، بيبينش ولا حاجه، حتى مش ممكن حتى مشاعر، التون الكلام نفسه. كلام كتير بيتفهم غلط اصلا، يعني مثلا انت بتبقى طريقه كلامك وانت بتقول حاجه بتكون التون فيها مختلف مثلا، فالتاني يفهم ان انت بتتخانق اللي هو او ان انت مثلا بتهاجمه. انت بتقول لها مثلا انت عبيطه، فاهمه؟ مثلا انا بقول مثلا انت عبيطه، فاللي هو انت بتقولها كهزار، لو انت عبيطه بتعمل لها كده، فهي مثلا هتشوفك وانت بتقول لها انت عبيطه، هي هتفهمها كده مثلا. لو كانك بس. بتشتمها او بتهاجمها اه او ان انت بتزعق. دايما بتشوف اللي هو انت بتزعق لي، طب ما بتكلمش، وبقول عادي، بهزر، بتكلم عادي، مع ان لو في الحقيقه الموضوع مش هياخد نص ثانيه نقاش. هو مش هياخد نقاش اصلا انها تتفهم لو انت بتهزر. بالظبط. بس. اما في الشات بقى تفضل تشرح وانا بكره الشرح المبررات، لان الشخص اللي قدامي لو فهمش ان انا بهزر خلاص يعني بتقفل خلاص أصلاً. هشرح لك الافيه، معلش بقى شكلها وحش قوي. بالظبط. طب انا عموما انا اصلا عامل يعني الفيديو ده العنوان مخصوص عشان انا مثلا عايش في بيئه ما فيهاش قهاوي لانجلترا. في ناس اكيد كتير قوي زي حالتي، انك تقابل الناس ده صعب. اولا انت بتتكلم عن ان انت على طول بعيد، مش مستقر في دوله واحده، فدي لوحدها حتى لما بتقابل ناس حتى لو صحاب ولاد عادي بيبقى في بعد كتير. في جاب بينكم في كل حاجه. بالظبط. في كمان موضوع القهوه ده، طبعا احنا خلاص عرفنا اهميه القهوه بالنسبه لنا كاولاد. جدا 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 جدا. القهاوي هناك مش موجوده، احنا هناك ثقافه الكوفي شوب بس، دي القهوه هناك. دي ازمه. طبعا انت دي عشان أزمة- تقعد في أزمة- كوفي أزمة. شوب انت محتاج ماديه، ميزانيه لوحدها. كده وبنتكلم جد عموما. كم الاسبانيش لاتيه عندكم يا عمر؟ الاسبانيش لاتيه اه خلوا في 4 باوند ولا 5 باوند. يا بلاش. احنا بنشربه هنا ب 70 باوند. لو قعدنا 70 باوند ايجيبشن باوند. ايوه 70 ب 110. فاسكو ب 130 150. 130. انا اخر مره رحت كان من كذا كان من سنه ب 130. رحت انا وعمر انا اخر مره رحت فاسكو كان من التحويله سنه. كانت على حساب عمر، يعني كانت كنا دافعين 300 انا وهو الاثنين جبنا اسبانيش لاتيه. بس هقول لك، بس هو احنا لو إسبانيش هنتكلم لاتيه. في عمان وانجلترا هو بيقول 4 باوند، زي في عمان ستاربكس مثلا بريالين ونص وبتاع، هي ما تعتبر سعر نفسها. برضه. ده غالي. خلي بالك بقى، احنا بنتكلم على مثلا قعده القهوه دي احنا بنقعدها شبه يوميا. هتبقى صعب قوي لو انت ما مثلا ينفعش عايش هناك شبه يوميا دي خالص. 4 مرات في الشهر اخرك، ده كده مره في الاسبوع. ايا كان. دي ازمه. بس فعلا يعني ان بقى احنا نتكلم عن الناس دول شويه بقى، يعملوا ايه بقى؟ حلول. عايزين حلول دلوقتي. انت ممكن مثلا انت كعمر عايش في سكن مع اصحابك، ممكن تعملوا قهوه جوه الشقه. ماشي مثلا حلو. حد بيدخن، هتجيب له شيشه. ممنوع التدخين عندنا في السكن. انت بتصعبها عليا. هعمل إيه؟ بيصعبها عليا. هعمل ايه بس بجد؟ بيصعبها عليا عشان بجد. كده اللي بيقول لك فعلا احنا ده موضوع مهم. انت عايز حلول. عايز حلول، عايز اقابل ناس. انا دلوقتي انت عارف حياتي عباره عن ايه؟ عباره حياتي عن ان انا بتعرف على ناس انت عارف انت مش لحقبه زمنيه، ما دي مشكلتك. وبعديها بسيبهم اتعرف على ناس تانية، او مثلا اقابل ناس انا عارفهم من بلد تانية، اقعد معاهم شويه بتوعي واسافر الناحيه تانية. بس اقول لك على حاجه. الموضوع بيبقى صعب قوي. هو بالنسبه لك انت عرفت ناس مثلا من اول ما دخلت اولى ابتدائي مثلا، عرفت ناس مستحيل ابقى على تواصل معاهم، ما اسمع. بيقعدوش معايا. اسمع، فضلوا معاك لحد ثالثه ثانوي، ماشي. بعدين انت سافرت، ماشي. بعدين طب ما انت عارف صالح من زمان. ايوه بشوفه بقى كل فين بنتكلم ما هو كل قد إيه. لا ما بص، انت من اول ما بنكبر ومن اول ما بندخل جامعات كلنا بنتفرق عن صحابنا. اللي بيفضل اللي هم بتحس ان هم اصحابك الحقيقيين. جميل ماشي، هو اللي بيفضلوا تمام. لان بس انت بص في نوع من الصحاب كده مهما بعدت عنهم العلاقه ما بتتاثرش. حلو، انا ما عنديش مشكله في ده. تمام. بس انا فكره ان انا ماشي انتوا قاعدين مع بعض في نفس البلد، هتقابلوا يا سيدي مره كل شهر، ماشي. انا بالسنين. ما هو ده برضه لظروفك. طب ما هي دي، ما هي دي لظروفك. احنا عايزين حلول بقى لكده. لا ما دي مش حلول، دي الحل ان انت تبقى عارف ان صاحبك ده مهما بعدت ومهما تعمل هرجع مصر اقابله، هننزل على نفس القهوه، هنبقى بنفس الهزار، بقالنا بنفس 3 سنين الشغف، كده بنفس كل حاجه. يعني اقول لك على حاجه، كثره المقابلات او الخروج مش دليل على رد البوس. ماشي. كثره المقابلات او الحاجات دي مش دليل على ان احنا اصحاب قوي. بالظبط. لا في فرق ما بين كثره المقابلات دي وان انت بتشوفوش اصلا. بالظبط. ما انت ما بتشوفوش بسبب ظروفك، ان انت خلاص انت خلصت ثانويه مثلا في عمان بعدين سافرت. سافرت ليه؟ انت مش مسافر عشان انت مسافر عشان مستقبلك. والصراحه فكره ان احنا يعني نتكلم كل اسبوع حتى ولا دي بتبقى خنقه يعني، لا مؤاخذه يعني، مش حاجه شخصيه بس انا ده أي مع حد. عموما مع كله. ده ما فيش يعني. مع كله فاهم. اه يعني انت مش كل اسبوع.
بس والله بقى كل شهرين حتى، احنا بنتكلم فعلا تقريبا كل شهرين 3. اللي هو بتطمنوا انت تمام انا تمام مثلا كده في حاجه، ما في بتكلموش عيد بعض غير ميلاد. في بنتكلم اللي هو بنقوم داخلين على طول فيديو كول، انزل بالجديد كله، ننزل بالجديد، سلام سلام، بس يعني اللي هو بنطمن على بعض، نعرف بقى اللي فايتنا من الحياة كل واحد كده. بالظبط. ما دي برضو انا بقولها لك ان هي حاجه مش بايدك، مش ان انتوا اللي قررتوا. لان انا اقول لك برضو على حاجه، انا كنت عايش لحد تالتة ثانوي مع اصحابي نفس المدرسه من يوم تقريبا. اقول لك على حاجه، يوميا في ثانويه من ابتدائي لاعدادي يوميا كنا بنشوف بعض دروس. ثانوي دي احنا تقريبا ما كناش بنعمل حاجه غير ان انا دروس، قاعدين على القهوه مع بعض، بلاي ستيشن هنا، مذاكره كده، كل حاجه مع بعض. فجاه جت الجامعه، كل واحد فينا كان في مكان، عليكم في نفس البلد. معناها في نفس البلد وفي نفس كده احنا كنا بنتقابل يوميا. فجأة كل واحد فينا، انا مثلا رحت سينا، واحد صاحبي تاني مش عارف راح فين، ده راح فين، كلنا حرفيا بلا استثناء مفيش واحد جه مع واحد في نفس الجامعة. معناها كلنا كنا جامعات خاصة، فكنا نقدر ان احنا نتلم في جامعة، بس ما كان كل ظروف كل واحد بتختلف. طبعا في التقديم، في وقت التقديم ده قدم دلوقتي، انا رحت اقدم في الجامعة بتاعته، فحصلت ان انا الاماكن خلاص، فانا بضطر اشوف حاجة تانية. فرحت سينا، فانا كنت فرحت سينا، انا مش عارف حد، انا رايح مكان اصلا بعيد، اول مره اشوفه، اول مره اعرفه، فما عملتش حاجه. يعني انت بتسيب نفسك وبتتفاعل، ما بتاخدش جنب، لان انت لو خدت جنب هتخسر كتير. طبعا. يعني بتبقى وحشه قوي. يعني انا كنت دايما بخاف من يوم التخرج، كنت بخاف من اليوم ده. ليه يعني؟ هقول لك ليه. لان فجاه انت ناس قضيت معاهم 4 سنين سكن كل حاجه، اخركم تقابلوا مره ولا مرتين في السنه. ايوه بس دي سنة الحياة. انت دي اصلا سنة الحياة. بتتعرف على ناس لمدة وبعدها خلاص في بقى ناس، في ناس انا اكتشفت ان هي ما بتعملش صحاب في جامعات عشان اليوم ده. تخيل أصلاً. يعني هي ما بتحبش تصاحب اصلا. اخرها مثلا انا وعمر نتقابل في الجامعه، ازيك عامل ايه وبتاع، بس ايوه العمر بس انت لو مسكت حياتك كلها ما انت هتلاقي لكل حتة فيها ناس فيها ناس هم مختلفة. هم بيخافوا ومن الحته دي، فبيجي يكتشفوا ان هم خسروا حاجه اكبر، خسروا ان هم عدوا 4 سنين. انا بالنسبه لي 4 سنين الجامعه دول بيبقى من احسن سنين حياتك، مش هتعوضوا تاني. فانت خسرتهم عشان انت كنت خايف، فاصبح ان انت بتيجي يوم التخرج بتندم اكتر. مفيش صحابك مثلا بتتصور معاهم، مفيش ذكريات بينكم، مفيش اللي هو حد هتودعه، حد حتى يفتكروك. بالظبط مفيش ده. ومفيش حد اصلا بيذكرك بالحسنه. طبعا الكلام ده لو محدش يذكرني طبعا، ولا الا طبعا حط ولا يجيب اسمي لا بس لا، وانا كمان يعني اصحابي اللي في انجلترا مثلا هم دلوقتي في مصر، ما اتقابلنا مرة تقريبا، مع ان نشوف احنا عايشين نايمين شاربين واكلين مع بعض هناك. ما انتوا اقول ما هي لك خلاص هم اتخرجوا، خلاص هم واضح ان هي دي بقى ايه، خلاص حتتهم خلصت، ندور على اللي بعده. وبعد التخرج ان شاء الله السنة الجاية هيظهر لي ناس جديدة، ويا تيجي تشتغل هيظهر لك ناس جديده. بحس بقى اصحاب الشغل دول ما حتى ما اقدرش بحسهم اسميهم فيك. صحاب، فيك ما اسمهمش صحاب اصلا. بعدين لما تخش على جواز وتخلف هتضطر بقى تصاحب ابو عيالك، ابو عيالك، عشان ابو عائلات. عيال ابو عيال يا ابني لا يعني اصحاب عيالك ابو عيالك ابو عيالك انتوا يا انتوا مش ناويين تعملوا حاجه بمجهودكم. ابو اصحاب عيالك. ففعلا انت واضح ان هي بعد الجامعه الدنيا خلاص بتبوظ، بتبدا اهتماماتك تختلف، والناس بتختفي، والناس بتختفي وبتختلف. بس بقول لك الا من برضو، رحم ربي بس يعني. بقول لك برضو طول ما انتوا كنتوا صحاب قوي، بحس اللي هو يعني ممكن ما احسش مثلا ان انا ممكن اغيب 10 سنين وارجع اقابل صالح ده او حد عموما فتعامل معاه اللي هو كانه واحد كان صاحبي. هو انت مش هتعامله اكيد بنفس الطريقه اللي انت بتعملها دلوقتي، لانه اكيد. ما انا بقول لك البعد بيأثر على اي حاجه، صحاب بقى، حبايب، كده. اي حاجه. البعد بيأثر والمشاغل بتأثر، وانت لازم تقدر. يعني في ناس صحاب بكره اللي هو ايه، يلاقيك انت اختفيت، انت بتسالش ليه، يجي يعاتبك، طب انت بتسالش ليه؟ ده كتير بقى، ما بحبوش. ده كتير. ما انت شفتني انا عندي ايه؟ ما يعني انت مش عايش معايا، مش ما انت عايش شفتني انا ظروفي. عايش ايه. وبقول لك برضه بتختلف بعد الجواز في ايه. انت اتجوزت فبتشتغل 12 ساعه في اليوم ولا حاجه، ترجع عايز تقعد مع عيالك ومراتك، دول الاولويه بالنسبه لك. طبعا مش الاولويه بالنسبه لك انت تقعد تتجمع مع اصحابك على القهوه. طبعا. ده كل يعني احنا دلوقتي بنقول القهوه اهم حاجه طبعا وبتاع، عشان احنا شباب ما فيش علينا مسؤوليات، ما فيش حاجه انت تقدمها تجاه حد مسؤول منك. ما فيش عيال بتربيها تشوف مدارسهم، تشوف مراتك محتاجه ايه، كده كده كده. لا، بتبدا بعد الجواز
لو قعدت مره مع اصحابك على القهوه في الاسبوع تبقى كويسه. يا ده انت كريمه، مره في الاسبوع. شفت انا بقول لك ايه؟ مره في الاسبوع شفت هتبقى كويسه قوي. يعني انا مثلا عندي مثال ابويا مثلا بيشوفهم عشان بننزل مصر، يعني بيشوفهم مره في السنه، مرتين في السنه. ليه بقى؟ هل ابوك ان هو مش عايز بس بسبب ظروف ما مفيش، بسبب ظروف لما شغله. ننزل اجازه شهر شهرين خلاص. ما انا بقول لك هو بيطير بسبب اصلا في القرايب وكده، ولما يقابل صحابه بيبقى مره مرتين في الاجازه. بسبب ظروف شغله، فهو خلاص استقر بره، طبعا. رزقه بره. مم. فهيقول لك بقى انا اسيبه وهنزل عشان صحابي؟ لا، ما هي بتختلف. بس عموما يعني ايه، ختام الفيديو الانسان كان اجتماعي يبدو دايما على ايه. فين؟ المهم ان الانسان مش مهم المكان، المهم الانسان يكون اجتماعي، بيدور دايما على الونس، مع اني مش شايف ان الونس غير في شريك حياتك. يا رب يجي الونس حبيبي ده يعني. شريك حياتك، لا ده شريك حياتنا. ما ينفعش ولا تاني من غير تليفون عمل بقى. كده تاني. لا. مش مهم المكان. لا إيه؟ في الاخر ماشي. وفي الاخر نقول ايه؟ مش مهم المكان، المهم الانسان يكون كائن اجتماعي بيدور على الونس. احنا بندور على الونس. لازم الونس، لازم الونس. لازم. ده اهم شيء في الدنيا. كده الونس مهم جدا. احنا عايشين عشان ندور على الونس حقيقي. عندك اي نقاط تانية؟ لا بس انا عايز نقول ان احنا ايه، هناخد بريك من اليوتيوب. لحد امتى؟ ممكن اقعد شهر ما نزلش عشان ده اخر فيديو في مصر. احنا ده اخر فيديو فعلا يا جماعه، النهارده اخر يوم هنخرج، ده لأن اخر هو- فيديو ليه فعلا ليهم. عشان الراجل ده مسافر الى جنوب افريقيا، مش عارف اصور هناك ولا لا، بس لو ما صورتش يبقى هختفي شهر. الحمد لله. على اساس ان انت بتتابع قنوات القناه قوي. ما تحورلهاش. شوف شوف بجد. هعرف منين؟ شوف هو اللي اكتب كومنت عشان اعرف. اكتبوا كومنتس يا اخوانا، بتقابلوا الناس فين؟ لو عايز تتعرف على ناس جديده بتقابلوا الناس فين؟ عايز تتعرف يعني ماشي قلت لك. عايز تتعرف. بس اقول لك على حاجه، اتكلم في نقطه لو ما عجبتكش شيلها. ماشي. بحس ان لو انت ليه انا راح اعرف، انا نويت ان انا هعرف رجاله. بحسها يا اسطى، انا بحس لا عادي، مش حاجه غلط يعني. عايز صحاب، عايز دم جديد. بس انت زهقت من خلقه صالح. ما هي كيكه صالح زهقت منه من اول يوم، بالظبط. نفسي اغيره يعني. انا وبعدين على فكره السؤال ده مش هتحس بيه دلوقتي غير قدام. اكتر غير لما تبدا تشتغل وفعلا انت عايز تتعرف انت خلاص اتخنقت من الناس بتوع الشغل، عايز فعلا صحاب جديده. هتعمل ايه؟ هي فعلا بيئه الشغل مش هتكون كويسه. بالظبط. يعني احنا فعلا السؤال ده جاي على احنا في جامعه، فمش حاسين قوي بالنعمه اللي احنا فيها دي. بس انت في جامعه، احنا مش في جامعه، احنا خلصنا. ماشي يا اخويا، ما انت هتعاني يعني. احنا اتخرجنا. كم شهر كده لما لا ده يا ابني، انا في فتره في حياتي هتبدا كمان شهرين، فتره الجيش. ده فيديو تاني ده. دي احلى صحاب. هنعمل معاك لقاء بعد ما تخلص جيش. ده لا غير مصرح ان احكي تجربتي في الجيش الوطني المصري، ايوه. لان هذا معلومات سريه وانا وانت هنتحبس. بس فعلا بتفرجوا على الفيديو ده لما كل واحد خلاص يروح طريقه ويشتغل وبتاع، هتلاقي فعلا ان انت لا انا عايز اعرف ناس. في الفيديو ده حطينا حلول في الفيديو ده. انت ممكن تروح حتى على القهوه تقعد ما انا قلت تعرف ناس ثانيه. انا قلت لك بالنسبه للحل للعمر ان انت تحاول تعمل قهوه في بيتك. عايز تغير مكان، بقول لك انا حاجه عايز لا انا فاهم. قصدي على انك لما تتعرف. عايز تعرف ناس جديده ممكن تروح على القهوه برضه تعرف ناس جديده. وعايز اقول لك على حاجه، احنا هنا يا عمر في مصر مختلفين اختلاف كل مثلا عن ما انت عايش في انجلترا او حاجه زي كده. انت هنا لو نزلت اي قهوه وقعدت والناس لقيتك قاعده لوحدها، اصلا 90% هيبداوا يدخلوا معاك في نقاشات، لان هم في القهاوي عموما ما انت قاعد لوحدك. ما اقرب مثال، انت نزلت تتفرج على ماتش، رحت قعدت لوحدك، هتلاقي اللي جنبك بيكلمك في التكتيك، طب انت ايه رايك، بتلاقي نفسك انت دخلت اصلا، طب انت كده بالظبط. عرفته. كفايه اصحاب القهوه اصلا مش محتاج مجهود. اصحاب القهوه عكس مثلا ما انت عايش بره. لا في انجلترا الدنيا قافله. الدنيا قافله. لا. انت رحت تتكلم واحد بيقول لك انت بتعمل ايه؟ انت مين يا ابني؟ ما علينا. وفي الختام فعلا، في الختام نقول ان الونس احنا كلنا بندور على ونس تاني، وزي ما قلت اخر فيديو خلاص في مصر. تفتكر الفيديو جاي لينا يبقى بعد كام سنه؟ اتمنى ما نطولش. انت عارف ان انا احتمال انزل مصر في الشتاء والله. والله. اوه يا دهب. لا امال هتنزل قد ايه؟ هو اسبوع مثلا ان شاء الله. لو 3 ليالي 4 ايام الاسبوع 3 ليالي 3 ليالي 3 ليالي في ده ان شاء الله خير. هنشوف هيبقى اخرنا يوم في اكتوبر ان شاء الله خير. هنشوف وقتها هيحصل ايه. مش عارف اصلا القناه دي هتفضل موجوده ولا لا يعني. ليه ايا كان. المهم
نراكم بعد شهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.